وبيبدا الفيلم بسولجي اللي رئيسه بيقول له جرايه يا سولجي، دي تالت مره في شهر واحد الطاقيه بتاعتك تتخطف منا، انت بقيت عار على الاسم يا راجل انت. بيقول له يا فندم، بيقول له يا عم غور من وشي. بيسيبه ويمشي وبيروح لرئيس الاسم كله. بيقول له يا فندم انا بشد 18 ساعه خدمه في الشارع، في شويه شباب بموتوسيكلات كل ما باجي اوقفهم ما بيوقفوش وبياخدوا مني الطاقيه بتاعتي، باخدها جري وراهم، ولكن خلاص يا باشا العظمه كبرت، وكل مره بحاول اوقفهم بياخدوا مني الطاقيه بتاعتي. لسه جاي من عندي شكري باشا هزقني وقال لي اني بقيت عار على الاسم. بيقول له خلصانه. سولجي بيروح يشد خدمه كالعاده والشباب بيعدوا من قدامه كالعاده بياخدوا الطاقيه بتاعته. بيقول سنجهام وها هو الوحش العنيف، الولد المخيف، الكداب التي بقدراته هيكذب النهارده كتير. سنجهام بيستناهم وبمجرد ما بيوصلوا له بيتلفع عجه من قفاه. باقي الرجاله بيسدوا على باقي الشباب الطريق، وسولجي بيقول لهم ايه يا ولاد الهرمه هات بطاقتك قد منك ليه؟ التاني بيقول لهم ورخصكم وكل واحد معاه اب يتصل بيه. واحد منهم بيقول للتاني يا اسطى احنا خلاص رحنا في داهيه، لو تعمل لنا محضر خلاص مستقبلنا ضاع. بيقول له مين قال لك كده؟ انت بتهيألك انهم محترمين وبيعملوا شغلهم، ولكن احنا هندي لهم قرشين هيمشونا. بيقول له يا سلام. بيقول له استنى وشوف. وفعلا بيروح لسنجهام وبيقول له ده علشان خاطر يا سيد الناس احنا لسه كلنا طلبه، ولو اتعمل لنا محضر هتضيع مستقبلنا، ايه رايك تحل الموضوع ودي وهنديك اللي انت عايزه. يا دي النيله. بيلسعوا بحته قلم محترم بيرجعوا تاني مكانه. بيقول له انا باخدش يالا. سنجهام بيدي بس بقى شويه عيال زيكم عاملين شغب في الشارع، لا وكمان عايزين ترشوا ضابط شرطه، امال لما تكبروا يالا هتعملوا ايه؟ هتتاجروا في المخدرات؟ واحد من رجالته بيقول له هعمل لهم محضر يا فندم. بيقول له لا سيبهم دول لسه طلبه، لو دخلناهم احداث مستقبلهم هيضيع. اسمع عاد منك ليه؟ انا هسيبكم تمشوا، ولو عايزين تردوا لي الجميل اللي حصل ده ما يتكررش تاني وركزوا في مدارسكم. هو بيسيبهم ويمشي. في الوقت ده بتكون شغاله الانتخابات والصراع نار بين المرشحين. رئيس الحزب الحالي جورجي بيطلع يقول كلمته، والصحفي ده بيقول له جورجي باشا المرشحين اللي انت بتقدمهم للشعب وواثق فيهم تفتكر هيقدموا ايه للشعب؟ بيقول له الناس دي محترمه وانا واثق انهم هيخدموا الشعب، تركيزهم هيكون على تامين الست الهنديه وتوفير شغل براتب كويس للشباب وتمويل الفلاحين بشكل كويس. احنا كل يوم بنسمع عن مزارع انتحر بسبب الديون اللي عليه مش عارف يسددها، هنحل المشاكل دي كلها، والمشكله الرئيسيه لو اتحلت هنبقى حلينا كل المشاكل اللي انا كنت بقول عليها دلوقتي. وما هي يا جماعه؟ الفلوس اللي شغاله في السوق السوداء. احنا عندنا اكتر من 315 تريليون متنطورين في السوق السوداء، وطالما السوق السوداء مستمره الغني هيزيد غنى والفقير هيفضل فقير، فاحنا اهم حاجه لازم نعملها نخلص من السوق السوداء. انا اسف صوتي عالي عليكم بس الموضوع ده مهم فوق ما تتخيلوا. حد عنده اي اسئله تاني؟ بيخلص وبيخرج بره بيلاقي سنجهام في وشه بيسلم عليه، وادي رئيس سنجهام بيحضر كلهم بيدوا له التحيه. جورجي بيقول له ايه لا خلي بالك من سنجهام الواد ده انا بحبه قوي، في معلومات جات لنا من المخابرات ان حياتك في خطر، علشان كده سنجهام ورجالته هياخدوك يودوك الشغل ويرجعوك تاني. بيقول له احموا ايه يا عم ومين اللي هيقدر يقتلني اصلا؟ بابا بيقول انا اللي اكتشفت الكشاشيف، انا اللي عملت الكيك شيف، انا اللي صيف شتاء وشتاء يا صيف، انا الساحر ابو دم خفيف واللي عنده اي مشكله بحلها بالشامبو والليف. الشخص ده بيقول له بابا انا عندي مشكله لفيت العالم كله مش لاقي حلها، انا ومراتي متجوزين بقالنا 11 سنه ولحد دلوقتي ما خلفناش يا بابا. بيقول له هاتها لي، قصدي يعني هاتها هنا يا ابني. بيحط البتاع دي بين صوابعه. هو بيقول لها تعالى يا قمر انت اكتر فاكهه بتحبيها المانجا صح؟ بتقول له صح يا بابا. بيقول لها ما انا عارف، هتاكلي كل يوم 3 مانجات على الريق وبعد 3 اسابيع و3 ساعات و3 دقايق و3 ثواني هتخلفي على طول. بيهيصوا له وكوبايه اللبن دي بتخش عليه. بتقول له بابي editing is for I don't have good race. يا انا صديقي بابا انا اسمي جيتي من روما مش عارفه اوفق بين شغلي وبين جوزي ومحتاره اسيب مين فيهم. بيقول لها لا ده انت مشكلتك كبيره قوي، انت تجيني بعد 12 ونحلها سوا. كل اللي قاعدين هناك دول اكيد عندكم مشاكل، والمشاكل دي هتتحل بمجرد ما ترموا فلوس على الارض المقدسه دي. كل اللي معاه قرشين بيرميهم على الارض، متخلفين بيصدقوهم وهم الاثنين نصابين. بابا ومين؟ وابن الهرمه بركاش يا صديقي. بيرجعوا على البيت وبركاش بيقول له انا هموت واعرف انت ازاي بتعرف تضحك على الناس كده يا جدع، ده انا هو عارفك نصاب وبصدقك، ما تعلمني يا عم شويه اللي انت بتعملهم دول. بيقول له يا عم دول شويه هبل، مين في البلد كلها ما بيحبش المانجا؟ قال لك رزق الهبل على المجانين. وهوب رجالته بيخش عليه بواحد هربان منه. بيقول له يا ابني ليه ما جيتش من نفسك؟ 5 ايام هربان وبرضه جبتك، ليه بقى كنت هتبلغ عني الشرطه؟ بيقول له لاننا كنا بنثق فيه وانت طلعت بتنصب علينا، انا واحد من الناس كنت مستعد اضحي بنفسي علشانك، ولكن انت ملاك من بره وجواك في شيطان مستخبي. بيقول له يا سلام وانت تعرف ايه عني انت يالا؟ بيقول له التبرعات اللي بتخلينا نتبرع بيها للحزب بتاعك وبتقول هنوزعها على الناس الغلابه والمستشفيات كلها بتروح لحسابك الشخصي، وبعدها الفلوس دي بتتسحب وبتروح على المخزن بتاعك، بعد ما بتروح على المخزن بتديها للناس علشان ينتخبوك في الانتخابات اللي شغاله. بيقول له جدع تعرف ايه يعني تاني؟ قول يالا. بيقول له في 3 بنات اغتصبتهم ولحد دلوقتي اهاليهم بيدوروا عليهم مش لاقيينهم. بيقول له جدع حتى انت اهلك مش هيلاقوه. هو بيخلص عليها صديقي. بيقول بركاش يا زفت بكلمها. بيقول له معاه. بيقول له انت كنت عايز تقول لي حاجه؟ بيقول له جورجي جايب شويه شباب وبيشجع الناس تنتخبهم. بيقول له يا دي النيله لازم نديله درس، يا اما يتعلم منه يا اما يخلصنا منه خالص. في الوقت ده المرشح كيشور بيروح لسنجهام وبيقول له يا عم ابويا وامي اتصلوا بيك 7000 مره ليه ما بتردش عليهم؟ بيقول له هم عايزين حاجه؟ بيقول له عايزين يعرفوا هتتجوز اختي ولا لا. بيقول له طب لما اشوفها الاول. بيقول له انا جبتها لك معايا اهو. انت راجل اهو ده كيشور يالا ما تفرش بيها في السوق
وبيعها ورجعنا لزمن الجاهليه الجميل. المهم البرميل بيقول لهم اسيبكم انا تتعرفوا على بعض، والنبي لا تأجر لهم فندق بعد 12 عاريه. المهم صديقي بيسيبهم، وسنجان بياخدها على المطعم بيقول لها هتفطري ايه؟ تقول له انا فطرت واتغديت، هاكل حاجه خفيفه معاه، والنبي يا عم هات لي نص بتلو وربع ضاني وجوز مخاصي واتنين كوارع. الكل بيكون في منتهى الصدمه. بتقول له انت هتاكل ايه؟ بيقول لها وانت هتاكلي ده كله لوحدك؟ بتقول له عارفه انه مش كتير بس انا كده ما بحبش اتقل في الاكل، وهو بالمره لو فضلت منك حاجه برضه هاكلها. بتاكل وبتحبس، وبتقول له بص بقى يا معلم انا فاتحه صالون واهلي شغالين زن على وداني ومش راح مني، عايزين نتجوز وبالتحديد اتجوزك انت. فانا سمعت انك شهم وشجاع وجدع، كنت فاكره اني هاجي الاقي باب عماره مستنيني، ولكن اكتشفت ان اكبر حاجه فيك شنبه، فانت تعمل فيها معروف وتقول لهم انك انت اللي رفضتني، شكلك مش موافق وبرضه عايز تتجوزني. بص بقى يا معلم انا عارفه امثالك بيموتوا في الرشوه، هديك اللي انت عايزه. بيقول لها في ايه يا بنت؟ عليا الطلاق منك لو انت دهب ما هتجوزها. واحده بتتكلم بطريقتك دي اكيد الصالون ده ستاره، وورا ستاره شغاله لك في كباريه، وبعد 12 بتطلعي لك على اي ناصيه تبيع مخدرات. بتقول له ليه الغلط ده بقى؟ بيقول لها على اساس انك كنت بتمدحيني من شويه. بتقول له انا ما غلطتش فيه، انا كنت بوصفها، ومين في الشرطه ما بياخدش رشوه؟ ما علينا يا شنبو. تروح تقول لهم انك رفضتني ها، وبتسيبه وتمشي. بيخرج بره واحد من رجالته بيقول له يا ريس اتجوز بقى وعيش حياتك، البنت حلوه وتستاهل. واحد يقول لي هو مش اتجوز الجزء اللي فات يا ميخا؟ سنجهام مع كل جزء بيحب يغير يا صديقي. المهم ماهيش بيقول له معلش يا فندم انا كنت عايز اجازه، اصل مراتي بقى لها سنه بتزن عليا واديها بيت ابوها وانا مكسل. بيقول له يا جدع مكسل خلصانه يومين بس وترجع. بيقول له تسلم يا سيد الناس. وفعلا الراجل بيرجع على البيت، بيلبس هو والجماعه وبياخدهم ويمشي. على بالليل افني بتكون في الصالون بتاعها، شباب الجامعه بيقولوا لها يا عسل لو دخلت لك تعرفي تحلقي لي على عورة الديك؟ تقول له في ايه منك ليه؟ اخفوا من قدامي لا اشغل الشبشب. بيقول لها وانت مالك؟ احنا قاعدين في ارض الحكومه. بتقول له طيب ثانيه واحده، وبتخرج تليفونها بتتصل بمين؟ بالوحش المهين. ما بتلحقش تقفل بتلاقي حضر قدامها، ده لو كان ورا الكاميرا مش هيجي بالسرعه دي، سبحان الله اللهم لا اعتراض. المهم بيلم العيال وبياخدهم على القاسم، اهلهم بيحضروا في القاسم، وبعجر بيقول لابوها هتسجن يابا. بيقول له هداله الظابط ده باين عليه محترم من بره بس هو في الاصل مرتشي، قرشين وهاخدك معايا على طول. بيروح لسنجهام هو بيقول له يا باشا العيال دي ممكن مستقبلها يضيع لو دخلت احداث، احنا ممكن نبدل الخساره دي بخساره ماديه. ادي النيله. وبيلسعوا بحته قلم محترم بيرجعوا على ابنه. بيقول له سنجهام بيدي ما بياخدش قلم. بيقول له اداني قبلك. بيقول لهم اه يا كلاب اعتذروا كلكم لسنجهام باشا، وروحوا بوسوا على ايد حبيبته. بينصدموا وسنجهام بيقول له دي مش حبيبتي. بيقول لهم ازاي بتضايقوا خطيبته؟ بيقول له برضه مش خطيبتي. بيقول اه يا كلاب ازاي تضايقوا مراته؟ روحوا بوسوا على رجليها يا كلاب. بيروحوا لها وسنجهام هو اللي بيروحها. بتقول له انت ليه ما سجنتش العيال دي؟ بيقول لها ده عيال طايشه لو حبستهم هضيع مستقبلهم، وهو في السجن هيبقوا مجرمين. الخوف مش منهم بقى، الخوف من المجرمين التانيين. بتقول له يا ولا طريقتك في الشغل حلوه. بيقول لها مش في الشغل بس والله ما بهزر يا بنت يا ابني، الناس فاكرين ان الشرطه دول اعدائهم، فاكرين عايزين ناذيهم مع ان احنا اللي بنحميهم، بس حقهم. في ظباط برضه اولاد هرمه قال لك الحسنه بتخص والسيئه بتعم. بتقول له طيب يلا انزل اشرب قهوه معايا وامشي. تليفونه بيرن. بيقول له ايوه يا ابني. طيب اديني جاي اهو في الطريق. بتقول له رايح على فين؟ بيقول لها ده الطبيعي احنا لازم نسهر عشان انتوا تناموا. ومين قال لك انها هتنام يا غبي؟ انزل يلا اشرب القهوه وسيبك من الشغل يلا. المهم يا صديقي ما بيروحش وبيرجع تاني على الشغل. في الوقت ده ماهيش بيكون مرعوب وراكب عربيه الاسعاف دي واخدها طيران على الطريق، وهوب النقله دي بتخش فيه بتجيبه في الميه. تاني يوم مراته بتروح لسنجهام، هو بتقول له يا فندم من امبارح ماهيش ما رجعش البيت، قال لي انه رايح برغات نص ساعه وهيرجع تاني، ولكن لحد دلوقتي ما رجعش وتليفونه اتقفل. بيبعت رجالته على منطقه برغات، واحد منهم بيقول له يا فندم لقينا المكنه بتاعته. بيقول له دور حوالين المكنه، قلب له المنطقه كلها. بيقول له تعالى انت يا فندم وجودك هيفرق معانا قوي. وفعلا بيركب، وعلى ما بيوصل بيكونوا جمعوا شويه معلومات محترمين. بيقول له يا فندم الراجل ده امبارح شاف 5 نازلين الميه بكشافات وعملوا حاجه في الميه وطلعوا. سنجهام بيجيب فريق غواصين بينزلوا يدوروا وبيخرجوا بعربيه الاسعاف دي. سنجهام بيقرب من العربيه بيلاقي فيها جثه صاحبه وافضل واحد من رجالته ماهيش. بينصدم، والصدمه الكبيره لما بيفتح باب العربيه بيلاقي فيها فلوس ملهاش اول من اخر. وهوب الصحافه والاعلام بيحضروا في المكان. واحد من رجال سنجهام بيقول له مصيبه يا فندم، ميرا جت بالكاميرات بتاعتها. مين بقى ميرا دي يا صديقي؟ صحفيه محنكه ما بترحمش اي حد، كل صحفي بيقول اللي شايفه اللي هي. بتقول دي مهزله عربيه اسعاف تبع بابا وفيها فلوس وشرط من رجاله سنجهام، في حوارات كتير ما حدش فاهمها، مش عارفين امتى البلد هتنضف من الاشكال دي. هو بيروح يسلم الجثه لمراته ومامة ماهيش، الاتنين بيكونوا في حاله لا يحسدوا عليها، وبيخرجوا من المستشفى الصحفيين والاعلاميين بيمسكوهم، واللي يقول لها جوزك طلع راجل خاين ومهرب كميه فلوس بره البلد، والتانيه بتقول لها جوزك كان مودي الفلوس دي فين. سنجهام بيقول لهم في ايه يا جماعه؟ الست لسه جوزها دمه ما بردش وانتم مهتمين باسئلتكم البارده دي؟ كل ده علشان مشاهدات قنواتكم تزيد. وهوب بنت الهرمبيره بتخش عليه بتقول له احنا بنعمل شغلنا يا سنجهام باشا، ولا انت داخل سخن عايز تغلوش على حاجه؟ انا نسيت، ما هو الشرطي اللي كان معاه الملايين دي من فريقه. بيقول لها وانت حد قال لك انه اتقبض عليه بالفلوس دي؟ اسمها لقينا جثته جنب الفلوس في العربيه، ولحد دلوقتي ما نعرفش مين صاحب الفلوس دي، ولذلك خلي بالك من كلامك ومعلوماتك قبل ما تقوليها يا ميرا هانه. اخر مهمه كنا فيها ماهيش خطلقه مكان طفل في كتفه، واديكم كلكم ملمومين بكاميراتكم متهمينه بالخيانه. مهمتك يا استاذه ميرا توصلي المعلومات مش تحكمي على الناس، اعملي شغل
شغلك وسيبينا نعمل شغلنا. وبياخد اهل مهيش وبيمشي. على بالليل ميرا بتستضيف بابا في البرنامج بتاعها وبتقول له عربيه الاسعاف دي بتاعتك. بيقول لها ايوه بتاعتي، ولكن الفلوس اللي فيها مش بتاعتي والعربيه كانت مسروقه مني. بتقول له ليه ما بلغتش بالعربيه؟ بيقول لها ما هو. بتقول له ما هو مين؟ عمنا بابا مش عارف يجاوب يا ناس. في الوقت ده سنجهام بيروح يراجع كاميرات المراقبه اللي في الكارته. هو بيشوف السواق اللي كان في عربيه الاسعاف ما كانش مهيش يا صديقي، كان واحد من رجاله بابا. بيروح لمراته مهيش بتقول له ابني كان بيحبك قوي يا سنجهام، كان دايما بيحكي عنك وعن كدبك في كل مهمه بتطلعوها سوا، كان دايما يقول انا نفسي ابقى زي رئيس سنجهام، ضابط محترم وشريف. بيقول لها يا ام انت فاهماني غلط، انا جاي اطمن عليكي مش هحقق معاكي، ولكن اقسم بشرفك وشرف ابنك لا اجيب لك حقه من اللي كان السبب. بيروح لبابا بيقول له سنجهام تعالى يا عمري، انا سمعت عنك كتير وكنت عارف ان في يوم من الايام هقابلك. بيقول له انا جاي لك في كام سؤال. بيقول له يا سلام، ما هو كله بيجي هنا علشان يسالني. بيقول له بس انا مختلف حبتين، اللي بيسالوك وتجاوب عليهم بيدوك فلوس، انما لو جاوبتني انا هديك على عينيه. انا راجعت الكاميرات اللي في الكارته ولقيت سواق تاني غير ماهيش في العربيه. بيقول له ما هو انا بلغت بسرقه العربيه. بيقول له السواق راح فين؟ ومين صاحب الفلوس اللي كانت في العربيه؟ واللي مهرب الفلوس دي ما لقاش غير عربيتك يسرقها علشان يهرب فيها كميه الفلوس دي كلها؟ ما بتردش ليه؟ عندك اي اجابه؟ بركاش بيقول له سنجهام انت عارف انت بتتكلم مع مين؟ بيقول له متهم بعت لي شرطي. بيقول له انت بتقول ايه؟ الشرطي بتاعك لقيته جثته في العربيه. بيقول له مش كل حاجه بنشوفها حصلت زي ما هي، ما حدش يعرف ازاي جثه ماهيش دخلت العربيه، ولكن اللي انا متاكد منه انه ماهيش ما يعملش حاجه زي دي، وده اللي انا شغال عليه. ان كان هو اللي عملها هقلع البدله دي ومش هلبسها تاني، ولكن من غير يمين لو كان حد تاني هخليه يتمنى الموت مش هنوله له. واحد من رجالته بيقول له ولا بيدي الواحده بيجيبه على الارض. بابا بيقول له ما تهدى يا عمها، داخل فاتح صدرك وبتتهجم عليا في مكاني، ده حتى القانون مش في صفك. بيقول له القانون بيقول ان اقل حاجه انت بتعملها غسيل الاموال هتاخد عليها 7 سنين سجن، واكبر حاجه عملتها قتلت شرطي ودي فيها اعدام يا بابا. قبل ما يمشي بيقول لهم الدور عليكم استعدوا يا نوش، وبيسيبهم ويمشي. بركاش بيقول له المصيبه بقوا 2 جروجي وسنجهام، الاثنين دول بالقانون مش هيرحمونا. بيقول له ده يا عمها مش سنجهام بيحمي جروجي؟ يوريني بقى مين هيحميهم هما الاثنين مني. وفعلا يا صديقي تاني يوم سنجهام كالعاده بيكون بيوصل جروجي على شغله. بيوصل الشارع ده الاشكال اللي بيشوفها ما بتريحش قلبه، وهوب التريلا دي بتخش في اول عربيه من قدام بتقلبها. سنجهام بينزل جروجي وضرب النار حواليهم بيشتغل من كل اتجاه. سنجهام بيأمن جروجي والظابط ده طمنجته بتخلص منه، الاثنين بينزلوا في وشه والواد صديقي بيستسلم للموت. اولاد الهرمه بيكون خلاص هيقتلوه. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله، سنجهام بيحضر من وراه وهم طلقتين على الطاير بيريح الاثنين على الارض وعلى وضعها كمار. اللي بعده انا هساعده بيفرتك فيهم بكل حرفيه، ولكن اولاد الهرمه بيكونوا كتير عليهم. بيسيبوا 2 من الشرطه و2 بيطلعوا من ظهر سنجهام. جورجي بيشوفهم بيروح جري عليه والاثنين بيكونوا خلاص هيضربوه، ولكن جورجي بياخد الطلقتين مكانه. سنجهام بيلف له، الراجل ما بيلحقش يقول كلمه وبيتوكل على الله يموت. الدنيا بتتقلب وقائد سنجهام بيكون في منتهى الصدمه، ما حدش بيكون مصدق الخبر. وابن الهرمه بركاش بيقول للصحافه جورجي كان قائدنا كلنا، ولكن بسبب اهمال سنجهام ما الاعلام ما بيرحمش سنجهام. وفعلا سنجهام بيقدم استقالته. القائد بتاعه بيقول له ازاي يا سنجهام؟ بيقول له زي ما انت شايف يا فندم، انا ما قدرتش اعمل اللي عليا وجروجي مات بسببي. بيقول له الدنيا ما بتتاخدش كده يا ابني. بيقول له انا مش شايفها غير كده يا فندم. وفعلا بيسيب الشغل، هو بيروح على مراسم موت جروجي، بيخلص هو بيرجع تاني على قريته، بيسلم على امه وابوه. هو بيقول لهم انا هوصل مشوار وجاي. بيروح وبيرجع تاني يوم بيقول لهم برضه رايح مشوار وجاي. ابني بتشك فيه وبتفضل تلف وراه، بتلاقيه دخل البيت ده برضه بتخش وراه. بتطلع الاوضه دي وبتسمع صوت بنتي بتقول له انا ما اقدرش ابعد عنك، انا بحبك يا قاسي وانت ناسي ولا معبرني، كل ده تبعد من غير ما تشمبرني؟ ما بيكونش سنجهام يا صديقي، بيكون واحد تاني خالص. بتفضل تخبط عليهم، البت بسرعه بتخبي الواد، بتفتح الباب، ابني بتقول لها هو فين؟ هو فين؟ انا كنت سامعها وانت بتقولي له كلام. وسنجهام يا صديقي بيخلص اللي بيعمله، بيلاقي عربيه ابني في المكان، بيروح جري عليهم وابني بتقول له شفتك فاكرني مش هعرف مكانك؟ يا خاين عشمتني بالحلقه خرمت وداني، ده انا حبيتك اترك قالب شنبك مكنسه اطلع يلا. بتفتح الاثنين بينصدموا، بيقول لها بجد انت بتحبيني انا؟ وانا كمان بحبك يا قمر. التانيه بتقول له اخلص خالص. ابني بتقول لها هو انت كنت بتكلمي الواد ده؟ امال فين سنجهام؟ بيقول لها انا هنا. بتقول له هو انت سمعت اللي انا قلته؟ بيقول لها اكيد. بتقول له طيب انسى انا كنت بهزر، وبتسيبه وتمشي. بيروح وراها ومن بعدها صديقي ما بيسيبوش بعض لحظه، وتعدي الساعات وتفوت الايام، وبعد اسبوع بيكون بيصلي. صديقي هي دي صلاته، في سمكه تحت بينزل يعبدها. المهم تليفونه بيرن، ابني بترد وبتقول مين؟ بيقول لها فين سنجهام؟ بتقول له مش موجود. بيقول لها ابوس ايديك انا عايزه ضروري. بتقول له عايزه في ايه؟ بيقول لها طيب قولي له ان الطاف وصل. بتقول له ماشي. بتقفل معاه وسنجهام بيخرج من الميه. بتقول له في واحد اتصل بيك وبيقول لك ان الطاف وصل. بيقول له ليه ما قلتيش من بدري؟ واحد يقول لي هو عارف منين انه اتصل من بدري يا ميخا؟ المخرج قال له يا صديقي. المهم بتقول له مين الطاف؟ بيقول لها اللي بينام تحت اللحاف. بتقول له استنى يا عمهم، ما هو انا مش هسيبك الا لما تفهمني، مش انت سبت الشغل؟ بيقول لها ده اللي ظاهر قدام الكل. لقينا صديقي بعد مراسم حرقه جروجي الوزير راح له قال له سنجهام اللي قتلوا جروجي هو بركاش وبابا. التاني بيقول له حتى لو قبضنا عليهم مش هنعرف نثبت عليهم حاجه وهيطلعوا منها. التالت بيقول له بالظبط يا فندم، وفي معلومات جديده بتقول عربيه الاسعاف بتاعت
بتاعه البابا بتروح على مخزن الطاف خام. المخزن ده فيه فلوس بابا كلها. لو طبيت على المخزن ده وقبضت على الطاف خلاص بابا وبركاش وقعوا. ابني بتكون في منتهى الصدمه، بيقول لها كنت فاكراني هسيب حق جورجي وما هيش، يبقى ما تعرفيش مين سنجهام. وفعلا يا صديقي في مخزن الطاف بتكون فلوس ملهاش اول من اخر، مليارات ما تتعداش. بيقول لرجالته يلا شدوا حيلكم، عايزين نوزع اكبر كميه من الفلوس دي على الناس اللي هتدي اصواتهم لبابا. غلبان ما يعرفش ان داخل عليه بابا المجال. بينزل برضه من العربيه وهي ماشيه على الطاير. الطاف بيترعب وبيقول لهم خلصوا عليه. تخلصوا على مين؟ ده سنجهام ابن الكدابين. اللي بعده انا هساعده. وانت يالا وش ده ولا شهداء قرع؟ ارجع ابو صلاح. بيخلص على اللي في ايديه بيلاقي جيش تاني داخل عليه. تفتكر ان ده هيفرق مع معاليه؟ هو لها معاه يا صديقي. لا والله بيشيل واحد فيهم بيرميها على الخمسه اللي بعديه، اللي قبليه يحصل اللي بعديه، بيكسر كل اللي حواليه. بيلاقي الطاف رافع عليه سلاح. بيقول له ايه فاكرني اخاف منكم يا كلاب؟ هات اللعبه دي. اخيرا وقعت يا الطاف. قول لبابا وبركاش معاش ولسه ما جاش اللي يخش في حكايه معايا. خد يلا مش دي النهايه، خليتوني اخرب عليكم. بركاش بيعرف وبيقول لبابا الحقنا هنعمل ايه؟ خلاص سنجام قبض على الطاف ولو وصل بيه المحكمه هيجي يقبض علينا. بيقول له اقبض على مين يابا؟ انت جبان قوي يالا. بابا لما بيشغل دماغه بيملى بدم اعدائه الشوارع. وفعلا تاني يوم سنجهام بياخد الطاف وبيكون في طريقه للمحكمه، وهوب 5 عربيات سود سواد الليل بيخشوا عليهم. واحد بيخرج ببازوكا بيفجر اول عربيه منهم. الضرب بيشتغل شمال ويمين، وكالعاده سنجهام بينزل يسيطر. بيقول لرجالته اعملوا الطاف، والعربيه اللي فيها الطاف بتكون خلاص هتنفجر، ولكن الرجاله بيخرجوه في اللحظات الاخيره. بياخدوه ويجروا، ولكن اولاد الهرمه بيخبطوه بطلقتين في ظهره. الظباط كلهم بيتلموا حواليه، وسنجهام بيقول لهم قولوا للمخرج ما ينفعش يموت. بيقوم بسلاحه بيكذب كذبه مش طبيعيه يا صديقي. اخر 2 واحد منهم بيخبطوا بطلقه في جنبه. بيلف له واحد من رجالته بيحضر بيقول له سيبهولي. من نظره عينيه والكذب اللي فيهم العيال بتخاف وتجري وراهم، وبكل غل بيفضل خزنه فيهم. اخر واحد بيخرجوا عليه ببازوكا وهو بيكون عايز يضربه من ظهره. غلبان ما يعرفش ان في عين ثالثه في راس سنجهام. بيخلص عليه وبيروح على المستشفى بألطاف. مساعد بيقول له الطاف دخل في غيبوبه. بينصدم. واحد من رجاله بركاش بيقول له ما عرفناش نقتله يا ريس. سنجهام حاطط حراسه كتير قوي عند باب اوضته. بيقول لهم خلصانه خليه مع الطاف واحنا نراضي في الناس اللي تخصه. وفعلا يا صديقي ال5 طلبه بيروحوا يقعدوا قدام محل ابن كالعاده. بيلاقوا باب المحل موارب. اولاد الهرمه رجاله بركاش هم اللي بيكونوا قافلينه ومثبتينها جوه هي وكل الزباين. بيقول لها اسمها عسل تقولي لحبيب القلب سنجهام تبعد عن بابا. وهوب الطلبه بيخشوا عليهم. بيقولوا لهم انتوا مين؟ سيب ابني يلا. بيقول له اطلع بره قد منك ليه؟ فاجر بيخش عليه بحته قلم محترم بيرجعه تاني. بيقول له ليه انت هتخليها تخرب عليه؟ وبينزلوا في بعض تخبيط، ولكن اولاد الهرمه بيكونوا كتير قوي عليهم. بيكسروا عظمهم، والوحيد اللي بيكون سادد فيهم بيخرجوه بره. ابن الهرمه بالحديده دي بيكون خلاص هينهي. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله سنجهام بيتلفها من قفاه هو بيكسر بيه الازاز. بيخرجوا له كلهم بره، واللي بعده بيحطوا على وضع الهزاز. اللي بعده برضه بيكسر بيه الازاز ويا خساره المحل اللي باظ. اولاد الهرمه بيحطوهم من كل اتجاه، ما يعرفوش ان البلد يابا على ابوه. اخر واحد بيخش عليه بكبش الفول ده بيرمي عليه المكنه وهي واحده على الطاير بشفلاحه. الكل بيكون في منتهى الدهشه، وابني بتروح تاخده بالحضن. سنجهام بيقول للطلبه تسلموا يا رجاله. تاني يوم بركاش بيطلع يقول كلمته للناس اللي هينتخبوه، وهوب ابني بترزقه بحته قلم محترم. بتقول له انت ازاي يا راجل يا ناقص تكسر لي المحل بتاعي وباعت رجالتك لبيت الست حمديه تهجموا عليها. يا عره الرجاله. بيقول لسنجهام انت هتفضل تتفرج كتير عليهم؟ ما تقبض عليهم يا عم. بيقول له دول كلهم نسوان ماليش قبض عليهم، استنى بقى لحد ما تيجي حضره الضابط الساد. وميرا بتكون عارفه ان سنجهام هو اللي مخطط لكل اللي بيحصل. بتغمز له، وفعلا الضابط بتيجي وبتاخد البنات. بركاش بيقول له انت بتشغل دماغك؟ انا عارف ان انت اللي عامل الحوارات دي. بيقول له تشغيل دماغ؟ انا لحد دلوقتي مش مشغل دماغي، لان بعد ما يفوق مش هشغل غير دراعي، وما ادراك من دراع سنجهام. بيقول له ولا انت حتى الضابط مالكش اي 30 لازمه، وبكره وبعده هبقى رئيسك وهتاخد مني الاوامر. تفتكر انك هتعرف تعمل معايا حاجه؟ لو فاكر ان الطاف اصلا هيفوق من الغيبوبه تبقى غلبان، لانه لو فاق هنيمه تاني. سنجهام بيسيبه ويمشي وبيروح عند الطاف. واحد من الرجاله بيقول له يا فندم مرات ما هيش هتسيب بيتها وتمشي. سنجهام بيروح لها جاري بتقول له ما تقلقش علينا يا اخويا، انا لقيت كشك صغير في الصحراء اعيش فيه، بس هحتاج شغل تشغلني عندك في بيتك، انا بعرف امسح واكنس واطبخ، هعمل اي حاجه. بيقول لها طيب اهدي. بتقول له هعمل لك اللي انت عايزه. بيقول لها بس بقى. بتنفجر في العياط، وسنجهام ما بيكونش قادر يتحمل. بيخرج بره. واحد تاني من رجالته بيقول له يا باشا الرجاله مسكوا شباب واخدين رشوه من بابا علشان يدوا اصواتهم لبركاش. بيروح جري على الشباب وبياخد العصايه وبيقول لهم يا كلاب ظباط بتموت كل يوم وانتوا بتاخدوا فلوس علشان تنتخبوا الكلب ده. الواد بتقول له سيب ابني، انا اللي قلت له خد الفلوس، كلنا عارفين ان بابا مجرم، ولكن هنعمل ايه؟ هنموت من الجوع يا باشا، خدنا الفلوس نجيب بيها اكل يعيشنا الايام اللي جايه، بدل ما انت جاي تفرض عضلاتك على ابني روح افرضها على بابا وبركاش وخلصنا منهم. بيسيبها ويمشي ودماغه بتودي وبتجيب، ما بيكونش عنده حل غير الدعاء والصبر لحد ما الطاف يفوق. وهو الطاف بيفوق من الغيبوبه صديقي. سنجهام بيروح جري على المستشفى وبيقول له الحمد لله على السلامه يا وحش، انت لسه عايش بسبب الشرطه اللي انت ورئيسك بتضرب فيها، ورئيسك شفت بعينيه باعك وباع الجيش علشان يخلص منا. بيقول انا مستعد وهعترف لك بكل اللي اعرفه، الفلوس اللي انت شايفها دي كلها فلوس بركاش
وبابا بيجمعوها من التبرعات والنصب اللي بابا بينصبوا على الناس، ده غير المخدرات والسلاح اللي شغالين فيها. الفلوس دي بتيجي عند المخزن، بعدها بنوزعها للناس اللي بتنزل تنتخب بابا. وساعة موضوع ماهيش انا كنت مع سواق عربيه الاسعاف، ولكن العربيه عطلت بينا في الطريق وهوب ماهيش بيخش عليها. بيقول لهم يا رجاله انتوا خايفين ليه يا عم؟ انا راجل شرطي مش حرامي ومتعود على العربيات الخرمانه دي. وسع كده بيوسعوا له، بيصلح العطل اللي في العربيه وبيطلع يجرب. بيبص ورا بيستغرب، هو بيقول لهم هو ايه اللي في الصندوق ورا؟ ما بيعرفوش يردوا، فبيعرف ان في حاجه غلط. بيقول لهم افتحوا له العربيه دي. انجز يا عم منك ليه انت هتصورني؟ بيفتحوا له العربيه بيلاقي فيها الفلوس يا صديقي. بيقول له فلوس مين دي؟ ايه الفلوس دي؟ الطف بيطلع سلاحه ولكن ماهيش بيصد بالسواق، بيرميها عليه بيشقلبهم هما الاثنين وبياخد العربيه وبيجري من المكان. الطف بيتصل ببابا، ابن الهرمه بيبعت له التريلا دي بتقلبه في الميه. الطف بيقول له برضه هما اللي بعتوا الرجاله المسلحين اللي قتلوا جروجي. سنجهام بيسحب رجالته وبيروح طيران على بابا، بيخش عليه بيقول له مفيش مبروك. الطف فاق واعترف على كل مصايبه، قتل ماهيش وجروجي. بيقول له ده بس يا باشا، انت مش امك يا سنجهام كل اتنين بتروح المعبد خاف يقع عليها الصنم اللي بتعبده؟ طيب خاف على ابوك وهو راجع من الشغل عربيه تخبطه. حبيبتك اللي اسمها ابني دي هي ومروحه بلطجي يقتلها، ما تسرعش في الحكم عليا، انا اعرف كل حاجه عنك يا سنجهام. بيقول له بالظبط زي ما انا عارف عنك كل حاجه من ايام ما كنت ببيع تذاكر السينما في السوق السوداء. بيقول له طب ما تخليك معايا وهديك اللي انت عايزه. ليه بس كده بس كده بس؟ بيديله كشافه على العين. واحد من اللي واقفين بيقول له انت ازاي بتضرب بابا؟ اعوانه بيخشوا عليه ولكن رجالته بيمنعوها، بيشد بابا من قفاه ولكن اعوانه بره بيحرقوا عربياتهم اللي جايين بيها. سنجهام بياخدوا ماشي لحد القاسم، ابن الهرمه بابا بينزل واعوانه بيقلبوا الدنيا بره، بيقفلوا مومباي بالكامل. هو بيخشوا المحكمه ورجاله بابا وسط الزحمه بيقتلوا الطاف. سنجهام بيشوفه هو بيكون في منتهى الصدمه. طبعا بابا بيخرج لان مفيش اي دليل ضده، وسنجهام بيقعد قدام قناه الاخبار وبابا بيقول لا عاش ولا كان اللي يثبت حاجه على بابا، انا ماشي في السليم يابا. وسنجهام بيكون في منتهى الغضب. رئيسه بيخش عليه وبيقول سنجهام خلاص سيب موضوع بابا وبركاش، القياده كلموني وقالوا لي موضوع القبض على بابا ممكن يولع البلد، وانا من رايي نسيب الموضوع ده شهرين ثلاثه. بيقولوا نسيبه لحد امتى يا باشا؟ لما ابن الهرمه ده يمسك منصب ما نعرفش نقبض عليه؟ انت عارف وانا عارف كلنا عارفين ان هو اللي قتل جروجي وماهيش، وجاي دلوقتي تقول لي نسيبه؟ سامحني يا فندم انا متمنى مش هنفذ الاوامر دي. وبالنسبه للبدله اللي مكتفاني اهي، بيقول لمفوض الشرطه عقل الواد ده هيودي نفسه في داهيه. بيقول له لا يا باشا انا مش هوقفه، انا هروح معاه واللي بعده معاه واللي بعده برضه معاه، كلهم يا صديقي بيروحوا معاه، وكل ضابط شرطي بيبلغ التاني. الظباط والشرطيين كلهم بيقلعوا بدلهم وبيروحوا كلهم في ظهر سنجهام. بياخد جيش ملوش اول من اخر وبيروح جري على قصر بابا، بيلاقوا جيش مستنيهم ولا بيلهيهم، بينزلوا تخبيط فيهم بيعجنوهم وبيخشوا القصر. بركش وجروجي بيعدموهم العافيه. بابا بيقول لي سنجهام انت بتضربني ليه؟ مش انا اللي قتلت جروجي، الكلب اللي اسمه بركش هو اللي بعت الرجاله يقتلوه. بركش بيقول له كداب انت اللي قلت لي هربيهم. واللي ما يعرفوش ان سنجهام مظبط مع ميرا وبتصور كل حاجه على التلفزيون مباشر. المهم بيقول لهم طيب مين فيكم بيخزن الفلوس في السوق السوداء؟ بيقول له احنا الاثنين وكنا بنبعت الفلوس دي لالطاف في المخزن بتاعه، واما انت قبضت عليه قتلناه علشان ما يعترفش علينا. الشعب كله بيعرف الحقيقه وسنجهام بيقبض عليهم وهو واخدهم على المحكمه. بركش بيقول له ايه يا سنجهام لسه في محكمه ومحامين وكل ده في ايدينا، بالفلوس هنعدي وهنخرج منها سلام. سلام يا سمسم. بياخدوهم في العربيات وهم في الطريق العربيات بتقف وسنجهام بيكون مستنيهم في تريلا، بيفتكر اللي عملوه والشرطيين الابرياء اللي قتلوهم. هو بيخش فيهم بالتريلا بيفجر العربيه بيخلص عليهم، واللي بيتقال ان العربيه عملت بيهم حادثه. ميرا بتروح لسنجهام وبتقول له مش هتتغير انت صح؟ بيقول لها ده طبيعي ودي طريقتي في الشغل، خدوا العقاب اللي يستحقوه. بيمشي برجالته وهو بيكونوا مستعدين لاي نوش جديد. وهنا بينتهي الفيلم يا زميل. اتمنى اكون كفيت ووفيت. حط لايك بقى لو نسيت وخش خد لفه في القناه، صدقني هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. هشوفك الفيديو الجاي يا سلام.